بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وسعادة وهنا وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب. شكرين على السؤالات، شكرا على الكلام الحلو، شكرا على جبر الخواطر. الله يجبر بخاطركم ويسعدكم ويهنيكم. اللهم امين يا رب العالمين. تعال كده النهارده غدانا حلو وفلاحي وبسيط، والحمد لله والحمد لله والحمد لله على رضا ربنا علي. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. عندنا النهارده نعملوا ايه؟ نقول لكم ولا لا والله عارفاكم حتاخدوا الفيديو، لو قلت ما قلتش حتاخدوه. دي محبة من عند ربنا، وربنا محبب فيا عبده. الحمد لله على كل شيء. النهارده نعملوا عدس. ماشي ماشي. عاملة عدس سمين. طب ازاي سمين؟ عاملاه بشوربة الكوارع. عندي شوربة كوارع، قلت هنرميها، لا هنعملها ايه بعدس. واللي حياكل ياكل واللي مش حياكل، بس انا ما توقعتش كل شربها شربة. وبألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. وعملت جنبيها حتشوفوا معايا حلو مسقعة. صلوا على النبي كده، لو وصلتوا معايا لغاية هنا صلوا على النبي. لا بصوا، تاخدوش الفيديو كامل. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب. بالأمانة عليكم يا تدخلوا على الفيديو، عشان لو دخلتوا على الفيديو حتجعلنات هتتفرج بس من برا، لا مش جايبة ولا حاجة. فأنا عشمة في ربنا وفيكم كتير، فإنكم حتدخلوا وحتاخدوا لي الإعلانات. ماشي ماشي. يلا كده خنصلوا على رسول الله، ونغسل الطوة دي، ونعمل برضه ايه مخلية تومة عندي. هنعمل قدحة الطمطامة للمسقعة. اللي حياكل ده اللي حياكل ده، وها بألف هنا وشفا. فالواحد يعملش حاجة واحدة، عشان مليش نفس ياكل دي، لي نفس ياكل دي، يا مش قابل ده ياكل ده. ماشي ماشي. ادي هنا الطمطمة طبعا حطيتها على التومة لما صفرت، ونحط لها التوابل دي الايه، كزبرة وكمون حلوين وفلفل اسمر. حطوا لها، بس انا نحبش نحط لها العدس ده بالذات، سبحان الله ما يحبش المرقة. وفي ناس عتحط يا ابوي، بألف هنا وشفا على قلوبهم. انا عندي نحب عدس عدس عدس. انا نحب المرقة في كل حاجة، بس في ده لا. ما الفكرة لقيت الحلة صغيرة على الحلة دي، شوف ازاي بالغصب انا مفوتة في ايدي، متجمد على الاخر. وبرضه هنحط له تاني اها كده تمام. حطها في الحوض نغسله اول باول تغسله، عشان ما يتكترش ويجي توقف لكم شوية الوقفة بالوقفة ورجليكم بالمرة. انا عشان رجليا بالمرة بس وكده، وعم بطلوا ما في يكون عشاء، ما في كذا، في مش كل ياكل الواحد مع التاني. برضه في مواعين، ولا دا يبطل ولا دا يبطل. ادي وهنغسل على فكرة انا عملت صابون للغسيل، بس ما رضيش ننزله. الصابون جميل وريحته جميلة ونفاذ، ونقولكم شو يبري ورغاوي ومن الاخر. والله هيخلي المواعين بص تبرق كالمراية. بس في انا لا، لما حننزل لكم وصفة غردية. ماشي ماشي. كده صفرت ادي. طب ليه حط لهاش زيت اثر بسيط يا غادة؟ عشان انا البدنجان قلياه، هنحط لها ليه زيت يبقى كله تقيل؟ لا، هنحط يعني ما نقولكمش اثر كديه كد، بس ما التومه ما تتحركش، بس ما نكتروش وندعو كالدنيا. مش توفير حاجه ما لهاش لازمه على جسمنا. هنكتر في الزيت ونكتر في الزيت، لا. ادي قطعناها وايه، هنبتدوا ونعملوهن احلى مسقعة واحلى اكلة حرشة كده وتفتح النفس. طلع كمية شوية من الاسود ده بس. ايوه على ان الاسود ده يقولوا فيه الفايدة وفيه، يعني الدكتور قال عليكي وعلى البدنجان.
وكليه كده، امسك البدنجاية غسليها وقطمة فيها، والنهار كله رايحة جاية تقطمة فيه زي التفاح، والفايدة اللي فيه أكتر من التفاح. قلت له حاضر، بس نفس عاد أنا حاسة زي حاجة عم طيبها، حنا كلها نية إحساسي، لكن أنا ما جربتهاش. بس كلها يقول له حلوة، بس أنا كل اللي في الزرع يكون معدي، نلقى الناس اللي عتجني بدنجان، نلقى الواحد يمسك البدنجانية يمشها كده ويمشها كده، ويقعد ياكل فيها الغيط كله هو وعايجني ياكل في البدنجان. نقول بألف هنا وشفا على قلوبهم. بس سبحان الله فوايد جامدة على الآخر، بألف هنا وشفا. أنا ليه مش راضية؟ عشان فيهش أي عيب، إلا بس الصابونة هتتبرى بالسرعة. فإن إيه، لا عشان أبقى في ثقة بيني ما بينكم، ويبقى إيه ما نحطش حاجة عشان أنا عاوزة الناس تخش على الفيديو هي عشان نحصل على إيراد. لا، خلينا في إيه، في مصداقية بيننا ما بين بعض. زي برضه تعليق جاني نقول ب10، يقولوا هو في حاجة في الزمن ده ب10؟ ماشي فيه يا ماما، كل الخيار ب10. الطماطم لما كانت غالية كانت ب20، ونزلت على 10، ودلقيها طلعت 15. ففي البدنجان على 5. وكل بلد، وفي بلاد على فكرة اللي حطيتها دي كوارع، الشربة هنت الكوارع، وفيها قطع كوارع كتير كتير، كلها قطع 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 قطع. فمرضتش نكبها، قلت هنحطها في العدس ونعملها شربة، واللي هياكل ياكل، واللي مش هياكل براحته، أنا عاملة حاجة بديل. وفي كل حاجة الحمد لله، الحمد لله، يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال عندي وعنديكم وعند حبايبي كلها، اللهم امين يا رب العالمين. ايوه، لا حبيبتي انا في ليه يا طيب، كل بلد وفي طريقتها وفي بيعها، في مطارح بيعها هادي، انا في نفس البلد اللي انا فيها، في يعني بلدين جنب بعض، لما نروح نجيب او نجيب من الاقصر وكده يعني. الاقصر لا يعلى عليها في الميزان، عندنا احنا ميزاننا حلو. البلد جنبية الكيلو تاخديه كيلو الا ربع، يعني ويمكن أو أقل من كل إلا ربع، تاخدي جرامات. يا ستار يا رب. فكل ما نشوفك ده نقول لا مش عاوزة، مش عاوزة، حرمت من نجيب منها. لو كنت رايحة بالصدفة نجيبش حاجة منها معك. لا، هي أرخص من بلدنا، لكن لا، الميزان مش تمام. اللي ميزانه حلو ونظيف وسعره هادي، لا عندنا الأقصر ميزان 100%، السعر أقل من عندنا. ونقعد ايه نقلب، دي مش هناكلوها ايه يا جماعة مقلية، فنقعد ايه نحرك حريك ونقلب، نحرك حريك، كله يبقى كله مستوى واحد. فكده نطلع من الطاوة، نحط في الطاوة اللي فيها ايه الطمطم تومة، الصلصة بالتومة يعني. كل واحد يقول ايه يسمي زي ما هو عاوز عاد. تحط مرة واحدة، مش تقلب الوحدة، لا كده، عشان دي هتاكليه طبيخ، مش هتاكليه مقلي يعني. وتحط الليمونة، الله بألف هنا وشفا على قلوبكم، فعلا تبقى زي العسل. وكنت هنشرح طماطم على فكرة، بعدين قلت لا، أنا هنشرح طماطم، يلا كليها ب20 جنيه، هو في يعني مش خسارة فينا ولا في أي حد، بس خلينا إيه، يلا كده أركن الطماطم، هنحط خيار، ما فيش مانع، هيبقى حلو زي الفل. ومخلى الليمون وبألف هنا وشفا، والله العظيم زي العسل، زي العسل. هنقول بإيدي يلا خليكي على شقة، عشان قلت لا خليكي على شقة. وهنقلب كده فيها، لا نحطها كتيرة ونقلب قليب، واللي نقلبها ونقلب نلقاها طابت، نلقطها ونطلعها ونحطها كده. الليمون اللي خللته معاكم، وادي جبنة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وزي العسل. وبرضه الجبنة على فكرة، الجبنة عاملاها في البيت،
وبرضه ما نزلتهاش. لا، في مصداقية وعاملاها من الآخر وعسل وزي الفل. في حاجات والله أنا نعمل كتير. يعني هل معقول هنوقف على عن طريق النزلة ده؟ لا، مش بيوت وانتوا أدرى ومعاكم بيوت. كل شوية اللي عاوز دي نعمله، واللي يجيب لي دي يقول لي اعملي دي ونعمل، وبألف هنا وشفا. بس أحلى أحلى جبنة تاكليها من إيدك، ولا فيها مواد حافظة ولا فيها أي حاجة، وزي الفل وبألف هنا وشفا. وعلى فكرة، وأنا عاملة جبنة، وادخلوا عاملة جبنة قريش وجبنة صنعها صنع مطبوخة. تدخلوا على الفيديوهات القديمة وهاتوا وطلعوا، هتبقى زي العسل. أصل حاجات عندي مكررة فمش هنحط تاني. وحطاه مخلى الليمون في الثلاجة وجميل وطايبي. من برا تلقيها تحسيها تقطميها، بس من جوا زي عارفين زي الزبدة. أو بألف هنا وشفا. دي ايه، هنخليها كده مع نفسها شوية لغاية ما تشرب الصلصة هنيتها، وهنهرسها. واللي هيعمل الأكلة دي هنت المسقعة بالطريقة دي وطريقتها، اكتبوا لي في التعليقات، وكتبوا لي عتنوروني وتشرفوني وعتسعدوني. الله يسعدكم ويخليكم يا رب العالمين. وعلى فكرة، في سيل بتاع حمام، الحمام يعني ماشي فيه العيا اليوم. خلوا بالكم، المعونة بالليل تروحوا تغسلوها وتنشفوها وتخلوش فيها مية وسيبوها مكشوفة وما تقلبوهاش، وتجفوا يكون منيخلكم اسبرنتين في كد رتل المية، يعني علبة الصاقع، وكديها مية وتحطوا فيها الاسبرنتين، تفركيها بايدك ويكون ايه ناخت وباشت، وفركيها مش تسيبيها مرملة وتاخد المية بس. لا، افركيها حطي لها كد معلقتين مية وحتنيخ، وفركيها فركة زينة بايدك، وحطيها للحمام. حطيها لمدة 3 أيام، وحطي بعد كده، وحطي توم لما يشربها وتخلص. يجي بالليل دق التومة مع العصر، هيشرب عشان يتعشى خلاص. دق التومة وحطوها له. عشان أنا عندي حمامات وعندي من الجيران هنا، وكلها قالوا لي نعملوا ايه من غدا، قلت لهم اعملوا كذا كذا. وأدا ماشية بيه، واللي عاوز يجيب له علاج هاتوا علاج. بس اللي أقول لكم أقوى من أي علاج، علاج للخراب البيض للكلام ده 100%. جيبوا علاج، مش غلط. للبيض الرفيعة هاتوا علاج، للحمام الميم هاتوا له علاج معاكم. لكن العيال اللي ماشي فيه ده اسبرين ودق التوم. تفضلوا معانا، تنورونا وتشرفونا. أكلنا بسيط ونعمة ورضا. ألف حمد وشكر لك يا رب.